الآن الكلام لما أنطق الحرف المفتوح يجب أن أنطقه وأتبعه بصوت ألف قصيرة يعني فتحة، وبالتالي فصوت الألف القصيرة يعني الفتحة صوتها مطابق تمام المطابقة لصوت الألف. فكما أنني أقول مالكي ما، لما أنطق ما مفتوحة أقول ما، ولا أقول مثلا ما. انظروا الفرق، ما هذه ليست فتحة. لو كانت فتحتها صحيحة لطابقت صوت الألف، بدليل إذا أردت أن أعرف نطقي هل هو صحيح أو لا أطول صوت الحركة. يعني إن أردت يا أخي ويا أختي أن تعرف هل أنت تنطق فتحة صحيحة طولها، فإن طولتها وتولد من هذا التطويل صوت ألف عربية فصيحة صحيحة ففتحتك صحيحة. لما أقول ما، اسمعوا ما الآن طولتها في الصوت الثاني، فقولي ما نعم هذا صوت ألف فصيحة صحيحة. لكن لما أقول ما انظروا فيها شيء من الإمالة، ما طب سأطول ما، هل هذا صوت ألف عاد؟ لا، هذا صوت ألف مائلة. ألف في علم التجويد أو القراءات نقول ألف مقللة، ألف ممالة إمالة صغرى اشترك فيها صوت الألف وصوت الياء في آن واحد. انتبهنا؟ إذن يجب عندما ينطق الإنسان أن يفتح فمه. وسميت، أرجو أن تنتبهوا، سميت الفتحة فتحة لأنها تخرج بفتح الفم. فلا يصح أن أقول مثلا م ق ب، يا ريت الأستاذ المخرج يجيب الكاميرا قريبة مني قليلا. لا يصح أن أقول مثلا م ب ط س ش كتب الله كتب الله. أين الفتحات؟ أين فتح الفم؟ الفتحة ما سميت فتحة إلا لانفتاح الفم عند النطق بها. فلما أقول قال الله، إيش قال الله؟ لابد أن يفتح القارئ فمه. قال الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولكن لما نقول يفتح فمه لا تظنوا بأن هذا الفتح فتح مبالغ فيه. فتح العرب، واكتبوا عني إن شئتم هذا الكلام كلام السادة العلماء، فتح العرب فتح وسط. انظروا، بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك يا أيها، أرأيتم؟ يا أيها. فتح العرب فتح وسط ليس فيه فتح مبالغ فيه كفتح بعض الشعوب الإسلامية العجمية شرق الوضع العالم الإسلامي، يعني مثلا بلاد الهند الكبرى يا أيها يفتحون فتحا مبالغا فيه. هذا منصوص عليه في الكتب من مئات السنين أنهم يفعلون ذلك. ولو رأيتم بعض إخواننا من تلك البلاد لما يقرؤون كثير منهم يفعل هذا متأثرا باللهجة، متأثرا باللغات المحلية التي يتكلمونها. فالألف العربية هكذا يكون اللسان في وضع يسميه العلماء وضع الراحة. اللسان يكون في وضع اسمه وضع الراحة، لا هو متقعر ولا هو متحدب ولا له يعني علو من وسطه مكان الياء أبدا، وضع عادي. يا أيها مالكي. ما، انظروا إلى اللسان، ما ليس له أي عمل ولا الشفتين ولا شيء، وإنما كل ما في الأمر الفكان يبتعدان عن بعضهما ابتعادا وسطا، ليس ابتعادا مبالغا فيه. هذا هو صوت الفتحة ق ب ت ش. ننتقل إلى اللوحات التعليمية في حلقة اليوم التي تبين المبحث الذي بين أيدينا، وهو مبحث إتمام الحركات. الحالة الأولى كما نرى على اللوحة، يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف. لاحظوا هذه الصورة المتحركة أيها الإخوة، فيها مثال لباء مفتوحة. انظروا كيف أن الفم
عندما ننطق الباء المفتوحة تتباعد الشفتان ويتباعد أيضا الفكان. انظروا إلى الفك السفلي والعلوي كيف يبتعد. السفلي ينزل قليلا فيبتعد عن العلوي. انظروا كيف يبتعد الفك السفلي وتبتعد الأسنان عن بعضها، الأسنان السفلية عن الأسنان. لاحظوا، هل لاحظتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبتعد الشفتان ويبتعد الفكان، فبابتعاد الشفتين تخرج الباء وبابتعاد الفكين تخرج الفتحة. ثم لاحظوا الصورة بارك الله فيكم، وأن اللسان، لاحظ بأن اللسان في وضعه أو في وضع الراحة. انظر، اللسان ليس له أي عمل. سأحاول أن أنطق مع الصورة التي أمامكم، ولاحظوا بأن اللسان لا عمل له. با 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 با. هل لاحظتم كيف تبتعد الشفتان ويبتعد الفكان؟ هذا عندما ننطق الحرف المفتوح.